الطموح اكيد حاجة حلوة. تخيل الحاجة اللي ادتك دافع انك تبدأ وتاخد اول خطوة، اللي هي اصعب خطوة، هي نفس الحاجة اللي مع الوقت ممكن تتعبك نفسيا. وده انا اكتشفته لما بدأت قناتي هنا على اليوتيوب. ده مثال بسيط بس احاول اقوله لك وانت تطبقه على كل حاجة في حياتك. لما قررت ان انا ابدأ القناة ما كنتش معلي سقف طموحاتي قوي، الا انا كنت اقصى حاجة متخيل ان انا ممكن اوصلها في البداية هي 100 او 200 مشاهدة. لكن طبعا حصل حاجة انا ما كنتش متوقعها، والفيديوهات جابت مشاهدات كويسة لأي حد بيبدأ قناة على اليوتيوب. انا مش جاي اقول لك كده كتفاخر، انا بقول لك كده بس ده مثال بسيط وهنقيس عليه حاجات تانية. فلما الفيديوهات جابت مشاهدات انا اتعلقت بشعور الفرحة، اللي هو بعد كده عايز اكسر الحاجز ده وعايز اجيب مشاهدات اكتر. ودي مشكلة الطموح اللي هو ما بيوقفش. هي كانت تكون حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت، بس وحشة اللي هو خلاني ان انا انسى افرح بالحاجة دي. يعني مثلا انا من سنة او من سنتين كنت لما يعني كان بالنسبة لي ان انا اوصل 1000 مشترك او 2000 مشترك ده حاجة حلوة قوي، ما كنتش متخيل انا ممكن اوصل لها في يوم من الايام رغم ان هو عدد قليل. تمام، فلما وصلت له دلوقتي ما حسيتش ان انا عملت حاجة. وده اللي انا عايز اوصله لك، انك احيانا بتعمل حاجات صغيرة في يومك او في حياتك بس بتحس انك ما عملتش حاجة او ما بتحسش بفرحتك. انا عايزك دايما تكون ممتن لاي حاجة انت بتعملها، سواء انت كنت شايفها صغيرة او في نظر الناس ان هي صغيرة، بس هي بالنسبة لك انجاز. فيا صديقي اللي هو ده اللي انا عايز اقوله لك، او اللي انا عايز اوصل لك فكرة الفيديو ده، ان الطموح احيانا حلو بس اوقات بيأثر على نفسيتك. تمام، وده لانك بتبص نجاحات ناس تانية وتبدأ تقارن نفسك بيهم. فاللي انا عاوزه منك انك تحاول تركز على نفسك بس، واي انجاز انت بتحققه في حياتك مهما كان صغير عايزك تستمتع بيه وتستمتع بالرحلة، لان الذكريات هي الحاجة الوحيدة اللي بتدوم معاك طول حياتك وهتفضل دايما فاكرها مهما كانت صغيرة. وبس، ده كان فكرة فيديو النهاردة، ودي كانت حاجة مؤثرة عليا، وده يمكن مخليني لا منزلش فيديوهات الفترة الأخيرة كتير. وده لاني عايز اطور المحتوى بتاعي وعايزه يكون احسن واحسن واحسن، وده مخليني انا اوقف، وده حاجة وحشة طبعا. وعشان كده قررت ان انا اعمل فكرة فيديو النهاردة، ودي حاجة نصيحة بديها لنفسي قبل ما اديها لك. تعود تعود ان انت تحتفل بالحاجات الصغيرة اللي انت بتحققها في حياتك مهما كانت انت شايفها انها صغيرة او الناس شايفاها اللي هي صغيرة. تمام، خليك دايما ممتن لأي حاجة انت بتعملها، واستمتع يا صديقي. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.